نرجع بقى للجزء بتاعنا. كنا احنا فين هنا كده في الجزء بتاع اللي هو ternary operator. انا عامل شبه اللي كان اسمه تيسير في الرجل العناب وقاعد بيبص على الكمبيوتر حرفيا. انا مش شايف ليه قاعد فين. اي حته مش فارقه. احط دوس انا خلاص. كنترول وقف وانت واقف، واكتب اول حتة من الفايل يجيبهولك على طول. لا مش هنا، جوه الحتة التانية بتاعة الفايلز. آه، اكتب اسمه بقى. اهي. اخيرا لقيته الحمد لله. ماشي. فهنا مثلا دي بقى بترجع لي اللي هي true او false. مثلا باي سي تي ثانية واحدة كده. دي بقى اللي هو ايه temporary operator. اللي هو مثلا بقول له لو يعني كأني مثلا هي الاف والالس بس في سطر واحد. يعني مثلا بقول له والله لو عندك مثلا ريزلت دي مثلا بتساوي كذا في حالة ان الاكس اللي هي ب 10 اصلا دي اكبر من 5، الس اطبع لي كذا بس. يعني انا يعني نفس الفكره بتاعت الستيتمنت اللي فوق دي، بس انا بختصرها في يعني زي ما اعمل كده فلتريشن تقريبا. يعني مثلا بقول له ايه، والله عندك ريزلت مثلا الفاريبل ده قيمته كذا في حاله ايه ان الاكس دي كانت اكبر من 5. طب في حاله بقى ان الاكس دي اكبر مش اكبر من 5، خلي لي القيمه بالشكل ده. في حد عنده سؤال في الجزء ده؟ لان خلاص الحوار خلص كده خلاص. يعني انا بقول له هنا قيمه الفاريبل كذا ماشي، فطبق لي الشرط ده عليها. يعني مثلا بقول له والله الريزلت دي، يعني طول الريزلت دي اللي هي هنا فين هنا دي كده، طول الريزلت دي قيمتها كذا في حاله في الشرط ده والشرط ده اتحقق. لو الشرط ده ما اتحققش خلاص والله طبق لي اللي هو الايه الستيتمنت الثانيه دي. مم. بس في تاني لوجيكال اوبريتور. اه مم. فين هنا بقى مثلا بقول له والله ان اكس عندي هنا بخمسه. وهقول له بقى دي بقى بتطلع لي مثلا ترو او فولس او يعني او اللي هو ايه بتحقق لي الشرط اللي هي يعني انا هنا مثلا بص في حاجه هي حاجه بسيطه كده. انا مثلا بقول له لو اللي هو اند، يعني اند الفرق بين اند واور الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم اند، يعني همش دي كده اند. يعني انا كنت سامع المثال ده من الزيرو ما بحبوش الصراحه، المثال مش الزيرو عشان الناس ما تزعلش و... وفهمتها منه بالطريقه دي. هو كان بيقول يعني مش عارف اقولها بس مش قادر اجيبها من محبين الزيرو هيزعلوا. بس المهم يعني ان انا مثلا بقول له اند دي، بقول له والله لو الشرط ده، يعني مثلا كان بيقول لي يعني المثال كان بيتكلم في ايه بقى، كان بيقول لي مثال بالشكل ده. كان بيقول لي والله مثلا انتوا خمسه مثلا انتوا داخلين مثلا النادي ماشي. لو الخمسه معاهم الكارنيه بتاع النادي الخمسه هيخشوا. يبقى مثلا محمد واحمد وابراهيم ومحمود وعباس ومحمود تاني اي حاجه مثلا ماشي. لو الخمسه دول معاهم الكارنيه هيخشوا. لو واحد بس مش معاه الكارنيه مش هيخش الخمسه. بمعنى انا مثلا الثانيه كان بيقول اور، لكن الاور عشان هنخش نشرح دلوقتي الاور. اقول له مثلا لو ابراهيم معاه الكارنيه، ما كانش معاه ابراهيم مع محمود، مش مع محمود مع شادي، مش مع شادي مع منى، اي حد فيهم لو واحد بس معاه الكارنيه هيعدي. هنا مثلا المثال ده بقول له برنت ان اكس هنا عندها بخمسه، اكس اكبر من 2 واصغر من 10. اكس هنا اكبر من 2 واصغر من من 10. فالشرط الاولاني ده بالنسبه لي سليم 100%. هي اكس 5 اكبر من 2 وفي نفس الوقت اند اكس اكبر من 10، فده ده ترو يا معلم. خلاص مش هنقدر نقول حاجه. بايثون 3 فين
لوجيكال فيبقى لي ايه ترو. طب انا هنا لو جيت قلت له والله ايه مش هحقق لك شرط من هنا، هقول لك اكس اصغر من واحد، فاجي ابص باللوجيك، هي باللوجيك اجي ابص كده والله الاكس اكبر من 2، اكبر من 2، والاكس اصغر من واحد، لا طبعا الشرط في الشرطين دول في واحد منهم ما اتحققش، فوش كده لازم يطلع لي فولس، ما ينفعش اصلا يبقى ترو، ما ينفعش. لكن بقى لو قلت له والله إيه لو اكس اكبر من 2 او اكس اصغر من واحد، فهنا لو اتحقق شرط واحد بس هيبقى ترو، العمليه كلها ترو عادي مش مشكله. لكن جينا نجرب مع بعض كده ترو، ماشي. فالاند لازم الشروط كلها تتحقق، الشروط كلها تتحقق، يعني ما ينفعش مثلا اقول له إيه واحد بس، لو 50 شرط واحد منهم ما اتحققش لا تبقى فولس، لازم ال 50 شرط يتحققوا. ولكن اور لو واحد بس اتحقق من ال 50 عادي مش مشكله، اي حد فيهم يتحقق بس. الجزء ده يعني مش واضح لحد؟ في حد اي مشكله معاه في اي حاجه؟ تمام، لايك. اوكي تمام. دي بقى شويه اللوجيكال اوبريتورز هنبص عليها انتوا بقى كده. دي الشورت، دي برضو نفس الفكره، اند اور وكده، بص عليها بقى عشان ما ناخدش وقت اكتر من كده. changing comprehension دي دي ماشي. هنا عادي بقول له بقى اللي هو ايه بننفذ ده في الاف ستيتمنت بتاعتنا، بقول له مثلا اللي 5 اكس بتساوي 5، الاكس والواي بتساوي 10، لو اكس اكبر من واي، هي اكس اكبر من واي لا، فهيطبع لي ايه؟ مش هيطبع لي اصلا، ده مش هينفذها لي اصلا، ما تحققش الشرط ده فهيروح على ايلس، لو ما تحققش فهينفذ لي اللي هو ايه not greater than or بس بايثون 3 changing، فيطبع لي ايه الثانيه لان الشرط ما اتحققش. دي الاف بتاعتنا، في حد يعني مش مستاهله يعني ان احنا نتكلف اكتر من كده. خلاص خلصناها كده. رينج بقى عشان ايه نخش كده ناخد الجزء ده، ناخد بريك 5 دقايق عشان يعني نخلص الجزء ده، ناخد بريك 5 دقايق ولا حاجه، ونرجع نخش على ستراكشر نخلصها كده 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 ان شاء الله. ماشي. فين الرينج؟ فين الرينج يا ولد؟ رينج، رينج عادي، رينج انا مثلا بقول له والله برنت مثلا يعني انا عندي رينج من الارقام، لو فاكرين هنا مثلا انا مثلا بلوب على حاجه، بقول له مثلا والله اي مثلا بتساوي صفر، واي اصغر من 5 اطبع لي كذا كذا، اطبع لي اي، ويقعد يعني ايه بيلف بقى بيلوب. فانا هنا رينج دي مجموعه من الارقام، مثلا بايثون 3 كده بقول له كده بايثون 3 بايثون 3 رينج تو بي واي، هو بيلوب بقى عليها. الرينج دي ايه بالنسبه لي؟ الرينج دي نعمل لها كومنت كده، رينج هي مجموعه من الارقام من صفر للرقم اللي انت هتديه له. يعني مثلا انا بقول له مثلا رينج 5 ارقام، فهيطبع لي 0 1 2 3 4 بس، تمام، مش هيطبع لي 5 لا، هو بيطبع لي هنا. انا مثلا اقول له مثلا ان الرينج بتاعي يعني باي ديفولت من صفر، طب انا لو قلت له من 2 ل 5 ونجرب كده، ادينا الف وشها ان شاء الله. ماشي. فقال لي ايه من 2 3 4، فهو بقى هو باي ديفولت بياخد ايه الرقم صفر. يعني لو قلت له مثلا رينج مثلا 100 ماشي، وقلت له اطبع لي كده، هيطبع لي 100 لحد 99، يعني من صفر لحد 99، يعني هو بيطبع من اول صفر الباي ديفولت بتاعه. لكن لو قلت له مثلا اطبع لي والله مثلا من 20 لحد 100، طب لو قلت له هنا كده 2 مثلا، حد خد باله من حاجه؟ ان انا هنا حددت له انه في كل مره هو بيمشي هياخد رقمين. انا حاسس ان الحته دي مش واضحه لكم، انا اوضحها اكتر. تعال تعال. طيب احنا قلنا ان رينج تاني، رينج
بتاخد رينج من الارقام باي ديفولت. انا بحط له مثلا لو حطيت له 5 50 هياخد باي ديفولت بياخد رقم صفر في الاول، وهيطبع لي من صفر لحد الرقم اللي قبل 50. يعني هيطبع لي مثلا من هنا كده لحد مثلا ايه، هيطبع لي من صفر وواحد واثنين وثلاثة واي تي سي لحد بقى اتسترا اتسترا لحد ما يوصل لحد ايه 49. هيقف هنا. طب لو انا قلت له رينج الارقام بتاعتي، والله يا عم انا عايزه تكتبه لي انت بقى كده من اول ايه، انا هحدده لك. هو اصلا لما تقول 50 هنا باي ديفولت كان بياخد من الصفر، لكن انا قلت له مثلا انا عايزك تكتب لي من اول رقم 20 لحد رقم 30. ماشي. فهيطبع لي ايه 20 21 22. دي واحده ورجع تاني. سوري. فايه فنخش هنا كده لحد 22 23 لحد اتسترا اتسترا لحد ما يوصل لكام؟ هيوصل لكام؟ 29 بالظبط زي ما انت قلت بالظبط كده. مش هيوصل ل 30. ماشي. التالتة بقى هنا عندي لما اقول له رينج، والله رينج الارقام بتاعي هيكون من واحد، او بلاش من واحد، من اتنين. بلاش من اتنين. ليه من اتنين؟ ليه من 10 لحد مثلا إيه 40 مثلا. ماشي. فاقول له 10 لحد 40. فالمفروض بالطبيعي باي ديفولت هيطبع لي 10 11 12 اتسترا اتسترا لحد ما يوصل ل 39. صح. لكن انا لما احدد له هنا هقول له والله انت عايزك تمشي هنا 3 خطوات، هتبقى 10 13 16 19 وهكذا. 2 10 12 مش عارف لحد ما هيوصل لكام؟ ل 40؟ لا، لحد 38. تعال نجرب سوا كده. نقول له مثلا رينج الارقام بتاعي انا عاوزه من اول 10 لحد 40، هتمشي لي خطوتين. فالمفروض ان هو يوصل لحد 38 بالظبط. زي ما قدامنا كده عمل ايه 10 من 10 لحد مش 39 بقى، لان قلت له امشي خطوتين. فلما يجي يوصل عند 38 كان بعديها 40، فهو لا هو اخره ايه 39. الجزء بتاع الرينج ده واضح معانا تمام ولا في حد عنده مشكله؟ بقول لك إيه يا ابراهيم، معلش في حد بيسأل في الشات، فيا ريت تشوف السؤال كده وتجاوب عليه. ماشي. إيه ثانيه واحده كده مش شايف اصلا انت مشكلتك مع اللوب اصلا يعني. ريتيرن حاضر. ريتيرن يا شيري ريتيرن فاليو هنجيلها دلوقتي مع الفانكشن ان شاء الله. إيه مش فاهم السؤال يعني. السؤال اللي هو ايه، ممكن احط الليست احط اسمه. لا هو المفروض هي رينج دي اصلا بتاخد رينج من الارقام. يعني الليست هنيجي الليست قدام في الليست ستراكشر دلوقتي. بس لا هي رينج بتاخد مني رينج من الارقام زي ما احنا شفنا كده. هو الكلام ده كله ما كانش واضح يعني. انا كنت بقول في نقطه اللي هو بس يعني تاني ان انا بقول ان بتاخد رينج من الارقام، مش بحط بقى ليست جواها. الليست دي ليها حاجه تانية، انا بقول على الليست نفسها مش بقول على رينج. يعني انت هنا حطيتي ليست 1 2 3 ليه؟ تمام. او انت حطيت لي هنا ليست 1 2 3 ليه؟ انا هنا قلت لك حط لي رينج من الارقام. الليست حاجه تانية خالص. ال... تمام. انا بحط لك رينج مثلا من 10 لحد 40. هنيجي ما تقلقش الليست هنجي لها دلوقتي. بس هنا من 10 لحد 40 مثلا، ويمشي لي خطوتين الحته دي يعني. بس ما تحاولش انك تخلط بالاثنين. تمام تمام. اتفضل. هو لو انا مثلا عندي string مثلا حاطه في variable x مثلا، فانا ممكن اقول مثلا for i in range واحط جوه الرينج ديت x، فساعتها هيعد لي مثلا عدد الحروف بتاعه السترنج اللي انا كاتبه دوت، ولا هو بيعمل رينج على ايه؟ تعال نجرب اكس مثلا بتساوي ابراهيم زي ما انت بتقول كده. اه.
ماشي صح؟ ايوه ونشوف بالظبط. مثلا ان هو بيرن سوري كده على اكس صح؟ ايوه ونجرب مع بعض بايثون 3 هيمشي على كل رينج. الكاركتر اللي فيه. بص هنا قال لي ايه؟ string object cannot be لا ما مش ينفعش. رينج، المفروض ما تكتبش رينج، يعني المفروض تكتب فور اي. اعمل كاستنج. انا فاهم انا فاهم تمام. انا فاهم قصده، بس هو بيتكلم على ان هو عايز يحطها في رينج، فاهم قصدي؟ لا أيوة. ما ينفعش. تمام. الرينج دي بتاخد ارقام بس، والستيب اللي هي الستارت والستوب والستيب. لكن انت عايز ترنها كده اه هيبقى لك عادي، فاهم قصدي؟ تمام شكرا. هنا بقى لوب، هنيجي اللوب دلوقتي، لكن انا زي ما قلت لك ان هنا بتاخد ارقام رينج، بتاخد رينج من ارقام، حتى ما ينفعش تحطها ليست زي ما في حد كان بيقول. تمام. طب بقول لك يا شادي، الشركه بتسال اللي هو الريتيرن 0 والريتيرن 1 اعتقد true false. صح؟ زي 0 الزيرو فولس، لا زيرو فولس فولس وواحد فولس ترو، بالظبط. ان انا هما بتلخبط، زي انا اون واوف بتلخبط. كده. معاك يا ابراهيم؟ معلش كنت بتقول ايه؟ معلش. الريتيرن 0 والريتيرن 1 في انهي كونتكست؟ في انهي حاله يعني؟ يعني مثلا اف مثلا كذا ريتيرن كذا بقى، يعني ريتيرن 0 مثلا. انت اللي تكتب ريتيرن، يعني انت اللي تكتب ريتيرن هو بنفسك. كان بيسال يعني لا في هنا. ريتيرن دي في اي فانكشن انت المفروض بتريتيرن للادرس اللي انت عملت كول منه للفانكشن. يعني سي ان انا جيت مثلا عامل فانكشن اسمها سام وجيت عملت لها كول في المين، ففي الميموري عندي بيتسجل حاجه اسمها ستاك فريم، بيتسجل فيها اللوكال فاريبل بتاعت الفانكشن والريتيرن ادرس اللي الفانكشن لما تخلص هترجع عليه. فالريتيرن ده انت لما بتعمل ريتيرن زيرو يعني انت خلاص الفانكشن خلصت، اعمل ريتيرن، فبيريتيرن على الادرس. لو انت حطيت فاليو بعديها هو هيريتيرن على الادرس بالفاليو اللي انت مديها له. عشان كده لو عملت اكس ايكوال كول فانكشن، عملت كل فانكشن يعني جوه فاريبل، فهو هيرجع الفاريبل دي في هيرجع الفاليو اللي بعد ريتيرن في الفاريبل اللي انت عملت فيه جواه كل فانكشن. فهي بتريتيرن حاجتين، بتريتيرن على الادرس اللي رايحه له، وبتريتيرن الفاليو اللي انت بتبصي لي بعديه. بس هي كده قصدها بتقول اللي هو الفرق بين الريتيرن 0 والريتيرن 1. هي ريتيرن 0 و1 عامة يعني أي حاجة دي خدها كونسبت كده. لو بتعمل ريتيرن 0 فمعنى كده إن مفيش ايرور. أي رقم تاني كده معناه إن في ايرور. يعني لو عملت ريتيرن 1 2 3 ريتيرن 100 معنى كده إن في ايرور. فأنت لازم تريتيرن 0 في حالة ترو. حالة الايه؟ حالة الترو يعني أنت لما صح؟ بتعمل فانكشن مثلا في المين بتعمل في الآخر شكرا يا ريتيرن مان. 0 مثلا. ايوه يا عم صح كده. بالظبط. فدي في الحالة إن مفيش ايرور، إنما لو في ايرور فأنت بتريتيرن رقم، بتريتيرن واحد، أي رقم بوزيتيف أو الحمد نيجاتيف. لله. الزيرو بس اللي ترو. انت قلت في السي بس؟ لا انا بتكلم في زيرو. السي بايثون في اي حاجه، بس انا كنت بدي اكزامبل كده في الميم بتاعت السي يعني. الحمد لله يا عم. هو انا بعرف الريتيرن ده على حسب ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اكتب حاجه وما اكتبش الريتيرن، ليه اكتب ريتيرن انا في الاخر؟ ما عشان لو فانكشن بتريتيرن تايب معين، يعني انا مثلا لو عندي فانكشن بتعمل لي صم بين اتنين رقمين مثلا بسهوله، فهي المفروض ان هي تريتيرن الصم بتاعهم. فطبيعي ان انا لازم اخليها تريتيرن فاليو، والا الفانكشن لو خلصت وماتت فالفانكشن بتخلص في الستاك يعني ما خلاص بتموت. فلو راحت من غير ما ترجع لي فاريبل او فاليو، الفاليو دي ماتت خلاص مش موجوده، فلازم ترترني. ماشي، خش بقى على الجزء اللي بعده، الفور لوبس اهو. ده مثلا كنا بنتكلم فيها مثلا من شويه، ان احنا بنفور لوب مثلا على اي حاجه بقى، زي ما احنا شفنا كده كانت نفس الفكره هنا كده. انا بقول له ايه؟ فين الفور لوب؟ فين الفور لوب؟ فور لوبس، تعالى فور لوبس. هنا مثلا بقول له والله انت هتلوب على رينج الارقام ده من 0 لحد 5، بس هتقف هنا لحد 4، تمام؟ وتطبع لي قيمه الاي دي. يعني لو حد مش فاهم فكره اللوب يعني هي الا حاجه بسيطه جدا. هنا مثلا هنا بقول له ايه؟ مثلا انت عندك هنا مثلا وليكن في ليست مثلا، عندك ليست مثلا يعني فيها 1 و2 و3 و4 اتسترا اتسترا لحد ما نخلص عادي الليست، وليكن 4 بس. ماشي. هنا بقى الفور بقول له والله فور اي بقى اكس حنبله اي حاجه، حرفيا انت بتكتب
قيمه انت بتلوب بيها، يعني حاجه كده انت بتمشي عليها على كل خطوه من الخطوات دي، مش اكتر. ماشي. فهروح مثلا على الاي دي، والله دي القيمه دي اسمها ايه؟ اسمها واي دلوقتي. ماشي. فالاي دي هتروح والله ايه على مثلا على الليسته دي، فهتروح بتلاقي بقى ايه الاي دي اول اندكس اللي هو رقم 0، تمام، قيمته 1، فالاي هتبقى ب1. خلاص. هينزل ينفذ ايه اللي هو الايه يطبع لي اللي هو ايه اللي هو اي، تمام، يطبع لي 1، تمام، يروح يلف تاني، يروح يطبع لي 2، يمشي نفس الاي دي، وهنيجي لحاجه اقوى شويه من المثال ده قدام دلوقتي، تمام، ويطبع لي 3 ويطبع لي 4. انا عايز مثال اقوى من كده وهنشوفه دلوقتي. بس هي فكره الاي ما هو الا اندكس، يعني يا سوري يعني فاريبل انت بتلوب بيه بس، اكس بقى اي، سميه اي حاجه انت تسميها، سميه فاليو، سميه كي، سميه اي حاجه. فهو مش اكتر ان هو بيلف بيلوب على الارقام دي عشان يطلعها لك بالشكل ده. طيب انا مثلا هنا عملت بايثون 3 ل 4 لوبس، فطبعها لي بالشكل ده. طب انا مش عايز يطبع لي بالشكل ده كده، انا عايز يطبعهم جنب بعض، تمام. اقول له والله يا معلم انت الاند بتاعك بتاع كل مره هتنهي بيها، هتنهوا لي بايه؟ بالسبيس ده بس. ماشي. انا لو مش عايز انهيها بالشكل ده، لان هو كل مره بيلوب وينزل سطر، يلوب وينزل، يلوب وينزل سطر. انا مش عايز يلوب كده، انا عايز يلوب مثلا بايه وينهي بالشكل ده كده، مرن كلير مثلا كده. ماشي. واقول له ايه بالشكل ده. طب هو هنا ما نزلش سطر، فممكن اجي بعد ما الستيتمنت بتخلص بتاعتي اللي هي الفور دي تخلص عادي، ولف اللفه بتاعته وخلص الاربعه، هي بتنتهي مجرد ما بتقف هنا كده بتنتهي. وانا مش هاجي هنا واقول له مثلا حاجه، لا انا هخرج بره خالص. قلنا الانديكيتد دي بنسيبها خالص فاضيه، مفيش اي حاجه، احنا خرجنا بره الستيتمنت بتاعتنا، ونكتب برنت. ماشي. ونرن بس، وينزل لي سطر بالشكل ده كده. برنت دي انا بقول له فاضي فهينزل لي سطر، يعني ما خدش حاجه فهينزل لي سطر. لكن انا لو حطيتها له هنا كده هتبقى جوه اللوب، فانا مش عايزها جوه اللوب. الانديكيتور دي مش عايزه جوه اللوب خالص، انا عايزه بره، بعد ما يخلص كل حاجه ينزل لي سطر. عايزين مثال اقوى كمان على الفور لوب؟ تعال تعال. في ايه تاني؟ شايف مثال ضعيف جدا، بس ممكن نشوف في الفور إلس مثلا. معلش يا ابراهيم ثواني. هو انت لو عملتها جوه اللوب هيبدأ يطبع 0 وبعدين في السطر اللي بعديه 1 بعديه 2 بعديه لغاية 4، ولا مش هيطبعهم جنب بعض صح؟ يعني قصدك عملتها هنا لو كده بالشكل ده لو كده؟ جوه اللوب نرن يا عم نجرب. تعال، هيبقى ده حاجه ماشي تاني. زي ما انا قلت ماشي. بس فكده ما عملناش حاجه يعني حرفيا. تمام. بس فايه تاني؟ بس ده بقى الفور إلس. حلو. الفور إلس دي دي مثلا انا لو جيت هنا كنت انا برضه اعمل المثال ده مع نفسي الصبح كده، وجيت مثلا قلت له هنا انا عايزه يطبع لي والله اللي انا قلت ان هو بيطبع لي في كل مره، قلت له هو بيطبع لي في كل مره من ايه؟ من كام؟ من 1. لو قلت له مثلا مديله ايه رينج، مثلا الرينج ده 5، الرينج بتاعي 5، فهيضطر ان هو يطبع لي من 1، من صفر لحد 4. فانا هقول له لو اي ايكوال 4. ماشي. التركه دي بقى انا عايز حد الناس تركز معايا في الحته دي. بص يا عم، انا لو جيت فين يا عم، تعالى رينج كده، لو جيت هنا بص ونهيتها لي كده، قلت له مثلا اند ايكوال كده. ماشي. وقلت له مثلا ايه بايثون 3 رينج فين حبيبي. ماشي. مالك؟ مش بدون رينج اساسا، صباح الفل، قله التركيز برضه. ماشي. مالك بقى؟ تعالى ليه؟ ان انت واخده.
بص، وجيت هنا ايه، انا هنا اديته رينج عادي تمام، وقلت له والله انت هتنهي لي الاي دي مع كل مره، يعني احنا لو كنا هناك عملنا مسافه، فانا عايزك تنهي لي بشرطه. ماشي، وجيت ارن كده هيطبعها لي والله في شرطه بدل المسافه اللي انا خدتها دي، يعني جيت ست مثلا مسافه هيطبع لي مسافه، لكن قلت له انا مثلا يطبع لي ايه الشرطه دي او الماينس ده اي حاجه يعني ايا كان. ماشي، اقول لك كلير كنترول، ماشي، فهو طبع لي ايه والله عمل مسافه بعد الاي بعد الزيرو حلو، مسافه بعد الواحد حلو، مسافه بعد اتنين حلو، مسافه بعد الثلاثه لا حلو، مسافه بعد الاربعه لا انا مش عايز مسافه بعد الاربعه. في الحاله دي انا هنا قعدت افكر فيها مع نفسي الصبح كده، انا مش عايزه يعمل لي مسافه بعد الاربعه. طيب ممكن حد يفكر معايا كده، يعني هي محلوله اصلا اوريدي تمام. طب حد يفكر معايا مثلا ليه، ازاي ممكن اخليه لما يخلص اللوب ما يكتبليش ماينس في الاخر هنا كده، يعني يلوب بس ما يخليش في الاخر هنا كده. هكتب if condition لو الاي بتساوي الأربعة هيعمل نيو لاين. بالظبط. فهنا لكن عملتها بالشكل ده، قلت له ايه ان هو اف هيلوب عادي على 4 اي دي تمام، هيلوب عادي ويجيب الرينج من صفر ايه لحد 4. فهو بيجي يلوب مثلا كده، اول حاجه هيروح يلاقي الاف، هقول له لو الاف دي بتساوي 4 انت هتطبع لي اي بس، اللي هي هنا اللي هي فين بس بايثون 3 كده، وقلت له فور لوبس ماشي، هتطبع لي 4 بس كده مفيش وراها حاجه. طيب هو اول مره راح لقى الاي ايكوال 4، لا هي بصفر اصلا، خلاص اطبع لي اي، وبعد كده حط لي ايه الاند دي اللي هي بصفر، بعد كده حط لي الاند دي. راح تاني قال لك الاي بتساوي 4، لا لسه هي باثنين واحد قصدي سوري، خلاص اطبع لي الاي والاند دي. طب بعد كده لف لحد ما وصل لحد 4، الاي بتساوي 4 خلاص اطبع لي اي بس ما تحطليش اند بعدها بس. فكر فيها بس، يعني فكر في الكود، ما تحفظش كود، يعني ما تبصمجش حاجه، فكر على قد ما تقدر ازاي نحل المشكله بس، لان دي مهاره يعني في حياتك بشكل عام اصلا. بس يا رب نكونش طولنا في الجزء ده اكتر من كده، والناس فور لوب يعني الناس اكيد مش عارف بقى نستعملها ولا لا. هنخلص الجزء ده كده. الوايل لوب نفس الفكره بس هي وايل، يعني مثلا اقول له ايه، يعني هسيب لكم شويه حاجات كده، خلوا يعني خشوا قراءوها انتوا بعديها، يعني في النوتس دي يعني اعتقد انها مناسبه الى حد ما. إيه وايل لوب هنا مثلا بعرف له مثلا والله ان الاي بزيرو، وايل مثلا ان اي اصغر من 5 باي الاي. انا هنا لو ما حطيتش كونديشن ماشي، وجيت ارن كده وقلت له والله بص يا معلم كده هيديني لوب باقي مدى الحياه، مثلا بايثون 3 ماشي، وقلت له ايه وايل لوبس لوب يا هتحرق معلم. البروسيسور ما تتطورش. زعل صد انا عارفه كويس. ماشي، فقول له مثلا هنا كده خلاص هو طول ما هو بيلوب على 0 0 0 طبعا 0 مش هيدي، فلازم احط له كونديشن يوقفه، اثبت مكانك انت والله كل مره هزودك بواحد، فيروح والله ده مثلا المره دي انت مثلا كنت باللي هو اسمه ده، انت مثلا المره دي ايه كنت بصفر مثلا ماشي، وبعد كده خلاص لما لفيت زودتك واحد بقيت واحد، بقيت اتنين، بقيت تلاته، بقيت اربعه، حلو، بقيت خمسه، لا مش هكتبك لانك انا مش عايزك طول ما انت اصغر من ايه من الخمسه بس. فهنا الوايل لوب فكره دو وايل، مفيش حاجه بيلت ان، مفيش حاجه بيلت ان في البايثون بدو وايل تمام. فهنا بقول له هقول له هنا بالشكل ده كده، يعني طالما مفيش حاجه بيلت ان فين دو وايل دو وايل دو وايل ماشي، هقول له اي بتساوي صفر طالما ترو، يعني افتح لي اللوب بقى دي تمام، افتحها لي. انا لو شلت الاف كونديشن دي هيفضل فاتحها لي اصلا. انا بقول له انفينيتي لوب حرفيا، انا بقول له وايل ترو طالما الشرط ده متحقق وايل ترو بيفتح لي دي ممكن لو مثلا كاني فاتحها لي كده مثلا ايه، تعالوا نجرب على وايل ترو مثلا دي كده، وهقول له ايه آه بلاش وايل ترو، بس ممكن وايل ترو مثلا ممكن تستخدمها كانك فاتح برومبت عادي وجربها، يعني
خلص السيشن دي وخش اكتب وايل ترو، جرب تعمل مثلا برومبت مثلا واساله اسئله ويجاوب عليك وهكذا، وجاوب قصدي انت عليها وهكذا، هيفتح لك وايل لوب بقى، يعني مفتوحه انفينيتي لوب حرفيا. فهنا بعمل له بقى كونديشن مثلا والله ان لو اي دي اصغر من او بيساوي 5 وقف الانفينيتي لوب ده بس. لو الجزء ده مش واضح خش اقراه، يعني وايل لوب انت خش اقراه عادي صباح الفل، مش مستاهله اصلا ان حد يتكلم فيها. طيب احنا كده خلصنا الجزء ده، فاضل ده ستراكشر لحد الفانكشن ده. الفانكشن ناخدها كده في السريع كده، ما فيهاش اي حاجه خالص. لحد هنا الناس في حد سقط منه حاجه؟ متهزروش يا جدعان، يعني اكيد حد واقع منه حاجه كده، يعني اللي واقع منه يقول، يعني هنجاوبه حالا، بس ما حدش يبقى قاعد مش فاهم. يعني احنا عاملين السيشن دي عشانكم، يعني حرفيا ما هي عشاننا برضه، السكة احنا بنراجع معاكم. اصلا يعني يا اما كله كده فاهم قوي يا اما ما حدش فاهم. ده المخيفه اللي محدش فاهم دي. ما انتوا مفيش حد يا جدعان آه، في معلومه عايز. ما هتلاقوا مكسوفين طيب يا جماعه، حد مكسوف؟ لا هي الحاجات دي سهلة شوية، لكن تقريبا السيشن الجاي اللي هتكون بقى فيها أسئلة كتير. عادي والله، بس هم الشباب اللي عنده سؤال اصلا في البايثون حاجه مش فاهمها يعني يقول عادي، حاجه في بتبقى الشات اهو يا جماعة حد بيسأل عن السويتش. السويتش. تمام، بص يا معلم، هي الفرق بين الجوهري بين السويتش والاف يلا ستيتمنت، الكلام جاي. الاف ستيتمنت بتشتغل على اي حاجه، بمعنى ممكن تديها variable، ممكن تديها عايزك يا string، شادي بس دقيقه واحده وجاي ماشي. تمام خد دقيقه واحده راحتك. بس. السويتش الاف ممكن تشتغل على variable، يعني تعمل مقارنه بين variable وفاريبل. مثلا ممكن تعمل مقارنه بين constant وكونستانت. constant يعني حاجه ثابته، يعني لو قلت لك مثلا 5 كتبت 5 كده، او كتبت string شادي، ده كونستانت، دي حاجه ثابته مش متغيره. انما انا لو حطيتها في فاريبل، فالفاريبل ده ممكن الفاليو اللي جواه تتغير. انما لو جيت عملت if 5 greater than 3، فانا كده حاطط 2 كونستانت. فده الفرق بين الكونستانت والعادي. طب انا ليه بقول لكم الفرق ده؟ عشان السويتش بتشتغل على الكونستانت بس، مش السويتش ذات نفسها، الكيسز. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول لك if x اللي هو x equal 2 مثلا greater than 1، بس انا في السويتش باجي اقول لك سويتش اكس، هقول لك كيس 2. ما ينفعش اقول لك كيس واي. مثلا لو عندي فاريبل واي ب2 او ب3، ما ينفعش اقول لك كيس واي، لازم اديله كيس كونستانت. عكس اف ستيتمنت، ان انا ممكن اقول له اف اكس جريتر ذان واي. انما في السويتش انا بسويتش على فاريبل وبشوف الكيسز اللي ممكن كل كيس يكون ايكوال الفاليو بتاعت الفاريبل ده. فلازم الكيس دي الفاليو اللي هحطها تكون كونستانت، ما ينفعش تكون فاريبل. مش عارف وضحت ولا لا، بس اعرف اعمل اور ان. لا ما ينفعش. انت في الكيس ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل مثلا في انك في السي، انا مش عارف موجوده في البايثون ولا لا، بس اكيد موجوده يعني. ممكن ان انت تعمل واحد كيس واحد وتعمل 3 دوت 3، فمن واحد لثلاثه. بس ما ينفعش تعمل واحد اند 3، فاهم؟ بس ممكن تعمل كيس 1 اند 3 عادي يعني، ممكن على ما اعتقد. انا ما اعرفش، ما جربتهاش في البايثون بس هجربها يعني. بس هي في السي كان ممكن عادي. بس هي الاند يعني خلينا نحسبها باللوجيك بقى من غير ما اشوفها. انت بتعمل اند ما بين اتنين فاليو في الكيسز، يعني هي لما انا اقول لك من واحد لثلاثه كيس 1 اور 3، في الحالتين ده كونستانت. الفكره مش في الاند والاور، الفكره في الكونستانت، ان انت بتعمل كيس على كونستانت مش على فاريبل، على حاجه ثابته مش على فاريبل متغير. ما ينفعش اقول لك سويتش اكس فانزل اقول لك كيس ان هي بواي، او كيس ان هي باي انتجر بقى فاريبل. انما لما انا اقول لك كيس ان هي ب5، فال5 ده كونستانت. لما اقول لك كيس ان هي 5 اور 3، فال5 او ال3 كونستانت. بس لما اقول لك كيس اكس اور واي، فاهم؟ هي الفكره بس في الفرق بين الكونستانت والفاريبل. هي دي الفرق بين الاف والسويتش.
تمام. طب اللي كان بيسأل ده معاه مشكلة؟ ماشي. ها يا جدعان. هي مش كونست، هي بتستخدم فيتشر. لا لا، ما فيش معلش، يعني تقصدي ايه بس هي بتستخدم فيتشر، يعني ما ينفعش انها تحقق منها، لازم ثوابت. ايوه، ما هو الكونستنت ده ممكن يكون كاركتر، ممكن يكون انتجر، مش شرط يكون كاركتر بس. السترنج لوحده كده كونستنت، لو انا كاتب فاتح دبل كوتيشن وكاتب شادي فده كونستنت، بس فهي مش فكرة كاركتر. هو اللي كان بيسأل فهم ولا ايه؟ طيب مين اللي كان بيسأل؟ تمام. في حد تاني سائل بيقول بالنسبة للكاستنج اللي كان في البداية، سترنج لما بيتحول لانتجر بيتحول على حسب الاسكي ولا على حسب؟ لا اصلا لو انت جيت عملت انت واديته سترنج هو مش هيحولها اصلا. يعني عملت انت تعمل كونفرجن ما بين سترنج الانتجر، مش هيحولها من انتجر لسترنج، ينفع. بس كده عادي صح؟ ايه واي ايكوال 5 سويتش كيس الواي. والله يا شباب اصل يعني اصل دي ثوابت، ما اعرفش انتوا مجربين الكلام ده ولا لا، بس اللي بقول لكم ده ثوابت. المفروض يعني السويتش المفروض هي بتتعامل على كونستانت، تاخد فاريبل وتقارنه بكونستانت في الكيسز. لو عامل نوت اصلا في كشكول كده بالموضوع ده، ممكن ابقى ابعته لكم على الجروب يعني. import. تمام. الامبورت ده عباره عن ايه؟ يعني بتكتب جوه بالظبط، انت بتكتب حاجه كونستانت 5 يعني كونستانت رقم، يعني كونستانت. انما فاريبل يعني ايه بالعربي اصلا؟ متغير. انما الفاليو اللي جوه الفاريبل ده دي حاجه كونستانت. تمام. في حد بيسأل على الامبورت. تمام. بص يا معلم، الامبورت دي انت خلينا نيجي من الاول كده. ابراهيم فتح وقعد يكتب شويه كود في فايل كده، وقام جاي ايه؟ ران الكود ده. تمام. طب الكود اللي هو كتبه ده، هو ممكن كان يكتب 3 4 فانكشن. الفانكشن دول لو كتبهم في الفايل وقفلوا الفايل ده اسمه موديول، ممكن استدعي اي فانكشن منه. يعني الموديول عباره عن ان هو فايل كولكشن اوف فانكشن، وممكن تحط فيه فاريبلز عادي تستخدمها. تمام. طب انا باجي اعمل له امبورت. يعني ايه باجي اعمل له امبورت؟ يعني كاني بجيب الكونتنت اللي جواه اعمل لها كوبي واحطها في الفايل عندي. ليه؟ لان هو في ديفينيشن لفانكشن في الفايل اللي هو اللي انا بعمل له امبورت. فانا مثلا عندي عامل كول للفانكشن دي في الفايل بتاعي، فانا لما اعمل لها كول هو هيدور على الموديول اللي فيه الامبلمنتيشن بتاعها بالظبط، زي مكتب هو مكتبه اصلا. هو موديول يعني مكتبه زي اللايبرري كده، بس هو في البايثون بنسميه موديول. تمام. explain it with implementation. والله هو الامبلمنتيشن ان انت تعمل import وبعد كده موديول نيم، او تعمل from موديول نيم import اسم الفانكشن. هو ابراهيم عامل شير، ممكن تعمل لنا implement يا ابراهيم؟ بس اظن واضحه. بص انا ممكن اكتبها لك في الكومنتس عشان أنا مش عامل شير للاسف. ف import موديول نيم كده، ده مثلا اول سنتكس ليها. وممكن تعمل from name import كده. وممكن بالطريقه دي برضه ان انت تقول له from module name import الفانكشن. وممكن تعمل كده from module name import asterisk. لو انت عملت import asterisk انت بتقول له هات لي كل الفانكشن اللي في الموديولز ده. وممكن تعمل كده، ممكن تعمل from module name. يا كل دي syntax بس بتقضي نفس الغرض على حسب احتياجك. import. وممكن تفتح له تابل كده، تخش جوه التابل مثلا تقول له func 1 func 2 وتقفل. ممكن تعمل كده انك تعمل كل اكتر من فانكشن. فبالظبط زي سي ماس كده بالظبط.
وفي يعني في بايثون سي ماس هي موديول اسمه ماس، فهي تمام بالظبط لايبراري. طيب يلا نكمل، يلا تمام. يلا عشان شادي الوقت وكده. طب معلش يا ابراهيم ثواني. شادي يعني انت قصدك ان انت دي المديول ده هو لايبراري جوه الكود اللي انا كاتبه، انا حاجات انا حطيتها بحيث ان هي تساعدني فيه. بالظبط، انت بتكتب فانكشنز، بتعرف فانكشنز فيه او فاريبل لو عايز تعمل لها كول. مثلا هديك مثال، لو انت عندك فانكشن او اكتر من فانكشن محطوطين في فايل، الفانكشنز دي بتستخدمها في اكتر من فايل في البروجكت بتاعك. افترض ان انت عندك بروجكت كبير، هل في كل فايل هتروح تعمل ديفينيشن للفانكشن، يعني تروح تكتب الفانكشن والامبلمنتيشن بتاعها؟ لا، هتحط الفانكشن دي في فايل وتروح في كل فايل هتحتاج تستخدم فيه الفانكشن تعمل له امبورت، تعمل امبورت للموديول او تعمل امبورت للفانكشن من الموديول ده. فهي نفس فكره اللايبراري. قبل اي جزء انا بستعمله اكتب امبورت لا مش اكتب قبل اي الكوماند جزء، زي هي ما انت على كاتب. مستوى الفايل بس، هي يعني انت بتكتب امبورت مره واحده. تمام ممكن تعمل ماشي. او ممكن تكتب امبورت كذا مره لو انت هتعمل امبورت الفانكشن بس. انت لو هتعمل فانكشن سوري، هتلاقي ان انا بعت في الشات هنا فاتح تابل وحاطط ما بينها فانك 1 فانك 2، فانت ممكن تستدعي اكتر من فانكشن ما بين تابل يعني. تمام تسلم يا شادي. العفو يا صديقي. طب على ما ابراهيم يخلص بقى اسالك سؤال تاني. بص يا شادي الحته اللي انت قلت عليها يا اسطى الحته اللي مش عارف اقول لك يا جدعان بقى، انا عايزين شايفك ننام بدري. بتتكلم. معلش بص يا شادي معلش الحته بتاعت اسمه ايه السويتش كيس والفور. هو انت قصدك السويتش الايف مش الفور، الايف. الاف؟ ايوه تمام. اه انت قصدك على إيه؟ عشان كده كنت انت قلت من بدايه شويه او من بدري شويه كنت قلت عشان كده هي اسرع في الميموري صح؟ هي اسرع في الميموري مش عشان موضوع الكونستانت والكلام ده، هو عشان اسرع عشان هو موضوع عارفها اصلا من البدايه وبيدخل عليها على طول صح؟ هو بيعمل حاجه اسمها مابينج. دي حاجه في الداتا ستراكشر كده، هو بيعمل حاجه في الميموري اسمها مابينج للسويتش. المابينج ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيبل كده، التيبل ده محطوط فيه الكيس وقدامه محطوط الامبلمنتيشن اللي هيحصل لو الكيس ده حصل. هو بقى مش بيروح يخش على كيس كيس يسالها هل انت كذا، لا، هو لو دخل على طول بيخش يبص في التيبل، يعني هو عارف الكيسز الموجوده، فلو لقى ان الكيس دي مش موجوده هو اصلا خلاص يعني على طول مش هيروح يبص في كل الكيسز، هيروح يبص على الكيس بالاسم. زي ما تقول كده كانك ديكشنري، او خلينا اقول لك لوحه مفاتيح، وانت مثلا عايز حاجه فرحت انت عارف مكان المفتاح، انت مش رايح تدور في كل مفتاح تشوفه هو ولا لا. ما هو ده اللي انا قصدي عليه. يعني هو انت قصدي لما بيشوف السويتش كيس عشان مثلا انت كده دخلت مثلا اكس بتساوي 5 مثلا تمام، مثلا فهو بيدخل على طول عارف ان هنا اكيد في 5، فهو عارف ان في التيبل هيدخل يجيب 5 على طول بالظبط ويديها لك. بالظبط انما انت الاف كده هو جبتها بالظبط. بيدخل، هو الاف بيدخل يقعد يدور كل فين الخمسه فين الخمسه لغايه ما يلاقيها، فعشان كده هو بيحرق من ميموري كتير وبياخد وقت كتير صح؟ بص هي بدون مقارنه مع الاف عشان ما اخشلكش في تفاصيل تانية، عشان كل لما هتسال هخش في تفاصيل في انا ثانيه. معاك للصبح الفكره عادي بس هنبقى مع انت بعضينا في احنا عشان انا السويتش، مش اقول. انت في السويتش في حته كده صح، اللي هي ان الكيس عشان هو ده السبب في سرعه الميموري، ان اصلا المابنج اللي بيحصل ده بناء عن الكيس اللي عندي كونستانت، فانا هحطها في تيبل لانها كونستانت مش هتتغير، فانا هخش ابص في التيبل على طول على الكيس دي. عكس في الاف ستيتمنت انا ممكن اعمل على فاريبل، ممكن اعمل على حاجه ثانيه. كمان الاف ستيتمنت بيمشي لاين باي لاين، لو لقى الكونديشن بتاعته بيعمل بريك بيخرج من الاف ستيتمنت. عكس السويتش لو لقى الكيس بيخش على طول الكيس دي موجوده في التيبل، عارف ان الكيس مش موجوده في التيبل خلاص هيخش على الكيس اللي بعدها يبص عليها اصلا. تمام مش ادخل هيما بسرعه بدل ما حد يسال حاجه تانية. هو انا عادي انا يعني بس والله. في تعديل بس بسيط. انا متاكده ان المابينج ده بيبقى او الجامبنج، هو احنا بنسميها جامبنج عندنا في السي شارب. هي بتبقى على الارقام بس ما اعتقدش ان هي شغاله على السترنج. يعني خلينا لا لا نتاكد برضو من شغال. المعلومه دي. انا ممكن اوريكي سكراب يعني كود انا كاتبه بالسي، كنت عامل على يعني على A وسي وعلى B، وكنت عامل A دوت 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 زد، يعني اللي هو من A تو Z، فانت عادي بتعمل على سترينج او كاركتر يعني. تمام، بس انا عندنا في السي شارب كانت اللي هي بتعمل حاجه على الارقام بس، هي بتعمل جامبنج فعلا زي ما انت قلت كده، بتعمل حاجه اسمها جامبنج بالمابنج فعلا، بتقوم رايحه على بالظبط الكونديشن على طول.
ما اصل الحوار المابينج ده حاجه ستراكشر ثابت في اي بالضبط، عشان بروجرامينج كده لانجوج. باقول أنا حاسة إن هي شغالة في الأرقام بس، موضوع الjumping ده لا مش لا، هي فكره الارقام والكلام ده، يعني ما درست السي شارب، بس ممكن تكون حاجه في اللغه هي عندها حاجه كده، يعني ما اعرفش في هو لغات زي ما أنت قُلت دي حاجة المفروض يعني ما لهاش علاقة باللغات، يعني دي حاجة structure. لا، اللي كونستانت موضوع المابينج، مش موضوع الارقام والسترنج. يعني انا كلامي محدد، انا بتكلم عن المابينج. تمام. ده ثابت في اي لغه، انما فكره ان اللغه بتدعم هنا كاركتر او بتدعم هنا سترينج على الكونديشن ده تختلف من لغات كتير جدا جدا. يعني ممكن اجيب لك اكتر من مثال مختلفين في كذا لغه، وما تقدريش تنفذيها في لغات تانية عادي. تمام. مش تقصد ايه في الاندكس على ايه؟ بس احنا هنا يا شادي بالنسبه لبايثون اي كونستانت اللي انا حاطط له قيمه، يعني ايا كان هو ايه، صح؟ رقم، اسم، اي حاجه، بس انا معرفه قيمه، فهو بيدخل على طول يدور على القيمه دي، صح؟ بالظبط. بس الحاجه تمام. الوحيده اللي انا ما جربتهاش ان انا اعمل على سترينج كامل، يعني اكتب شادي مثلا بس كاركتر، دي اكيد. بس انا ما اتحطيتش في موقف ان انا احطها على سترينج كامل يعني. طب هو دي ليها علاقه بالميموري؟ ممكن مثلا عشان شادي بياخد كذا كاركتر فبيخزن لا اكتر انا بقول لك انا ما جربتش مش بس هي في الميموري. لا، ما انت كده كده ده كونستانت زي ما انا بقول لك. هي الكونستانت يا شباب الفكره ان هو بيكون محطوط لوحده مش جوه فاريبل، طبعا بعيد عن الكونست فاريبل يعني، عشان كل توبيك ممكن يبقى ليه استخدامات في كذا حته. بس انا بتكلم على الكونستانت، سترينج، ليترال، نمبر، كاركتر، كل الكلام ده كونستانت. بس لا، ثانيه، انت في البايثون ينفع تعمل على سترينج، لان انت لو عملت سويتش سترينج ممكن تعمل كيس ان هو احمد او كيس شادي، ايوه فاكيد تنفع يعني باللوجيك. تنفع ايوه. مم. سؤال بقى يا جماعه، سؤال يعني الناس كلها شاطره كده ما شاء الله، امال ده ايه اللي امال مش عارفين تحلوا ليه؟